مرحبا، معاكم شيف طاهري، واليوم راح اقدم لكم الاكلة المشهورة دجاج بالزبدة المعروفة بالبتر تشيكن. هذه الاكلة الهندية محبوبة عند الكل وهي بسيطة جدا. خلينا نبتدي. في البداية ناخذ ملة كبيرة وناخذ الدجاج اللي عندنا نقصصه ونحطه داخل الملة ونضيف عليها البهارات مثل بودرة الكمون، بودرة الزنجبيل، بودرة الكزبرة، بودرة الثوم، بودرة شات مسالة، بودرة الفلفل الأحمر، الثوم الطازج، روب واللون الأحمر، ونبتدي نخلط. ولا ننسى الملح. هني تكون احنا بهرنا الدياي، نخليها لمدة ساعتين في الثلاجة على بال ما احنا نسوي صوص البتر تشيكن. على نار متوسطة نخلي الطاوة ونضيف عليها الدهن وننطرها لين تسخن، ولين الدهن كان جاهز نضيف عليها البصل. والبصل هاي لازم يتحمص لين يوصل جريب اللون الأحمر. هني نقدر في هالمرحلة نضيف عليها الزبدة. بتلاحظون ان الزبدة راح تضاف على مرحلتين في هاي الطبخة. ضفنا الحين الثوم والكازو وننطرهم لين يتحمصون لهالمرحلة، ولين وصلنا لهالمرحلة نضيف الطماط، شوية حلبة وشوية سكر. لا تستغربون من السكر، ترى السكر مهم وايد لما نضيف طماط، ما يخلي الطماط يكون حامض. هني نبتدي نضيف باقي المقادير اللي هو قرم مسالة، الفلفل الأحمر وملح. في هالمرحلة تكون الخلطة جاهزة، نخليها في الخلاط. وأهم شيء إنه نخلط المقادير بشكل جيد. الحين نجيب جدر ونخلي فوقها المصفاة ونحرك خلطتنا فيها لحد ما تتصفى بالكامل ويتبقى لنا الأشياء اللي ما انخلطت مثل ما يبين قدامكم. مثل ما تلاحظون الصوص الحين جاهز. ننتقل إلى المرحلة الثانية اللي هو طبخ الدياي. على النار نجيب الطاوة وننطرها لين تسخن، نضيف عليها الدياي بدون دهن، لأن بعدين راح نخلي عليها شوية زبدة. مثل ما قلت لكم هني الزبدة راح تجي لكم على مراحل. ونظل نحرك في الدياي لحد ما يتغير لونه ويصير بهاي الشكل. هني نكون وصلنا إلى آخر خطوة اللي هي تسخين الصوص مرة ثانية وإضافة الدياي فيها، ونبتدي نحركها على نار هادية لمدة تقريبا 5 ل7 دقايق. ولين وصلت لهاي المرحلة خلاص نكون احنا جاهزين على اساس نضيف الزبدة. وهاي المرحلة الأخيرة مالت الزبدة، ونضيف عليها شوية كريمة. وعقب هاي نخليها لمدة 5 دقايق. ومثل ما تشوفون هني الأكلة تكون جاهزة. نروح للتقديم. على فكرة أنا نسيت أخبركم أن صوصة الزبدة هذه إذا ما ضفنا إليها الزبدة تعتبر مكاني، فاللي يبغى يسوي دياي مكاني يقدر يسويها بس بدون إضافة الزبدة. هذه الأكلة البتر تشيكن قدموها بالطريقة اللي انتو تحبونها، ولا تنسون تقدمون معاها الرز والخبز، وبصحة وعافية. أتمنى أن هذا الفيديو نال إعجابكم. لا تنسون تعملون لايك وتتابعوني على هاي القناة. معكم شيف طاهري، مع السلامة.